السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي أخواتي الغاليات، نتمنى ربي تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله جبت لكم بموضوع جديد، أو لا رجعت لكم موضوع اللي غيكون مهم جدا. كيفاش نقوم بتغيير المطبخ باش هكا كنحاول أنني نضيف لمسات جديدة في المطبخ ديالي ومكان جديد طبعا، باش كنحس براسي في المطبخ الجديد بخطوات سهلة وبسيطة، وكنكون عندي واحد الطاقة كلها حيوية ونشاط. هذا الروتين صراحة كنحسه مهم جدا لأي امرأة في المنزل ديالها. كنتمنى من البنات اللي كيشوفوا الفيديو ديالي جداد يقوموا بتفعيل الجرس باش ان شاء الله يوصلهم كل جديد ديالي. اول حاجه كيف ما كتلاحظوا قمت بتفريغ هذه الخزانه اللي غادي نقوم بتفريغها كامله من الداخل ديالها، من الاسفل ومن الاعلى. عندي هنا بعض الاشياء اللي غادي نقوم يعني غادي نتخلص منها. كيكون عندي شي سيري مثلا مهرس ولا شي حاجه، غنقوم في نفس الوقت انا كننظم وكننظف، وفي نفس الوقت انا كنتخلص بعض الاشياء اللي ما عندي ما نعمل بها. كيف ما كتلاحظوا هنايا عندي هاد طبي او لا كيكون خاص ديال الخزانات، كيحافظ بزاف على الخزانه وكيخليها دائما نظيفه وما كيخليش فيها الاوساخ بزاف، يعني كيحافظ عليها. هنا كنقوم بازاله او لا بتفريغ كل الاواني اللي عندي داخل الخزانه. كيف ما كتلاحظوا معايا غادي نقوم بتفريغه، وفي نفس الوقت كيف ما ذكرت غادي نقوم باي حاجه ما بغيتهاش، يعني غنقوم كنتخلص بها في نفس الوقت باش هكا نحيد عليا الكراكيب اللي عندي في الخزانة. وهنا يا اخواتي بعد ما فرغت كاع الخزانه، كل الاواني اللي عندي داخل الخزانه، غادي نرش الخزانه بهذا المنظف متعدد الاستعمالات. كنمسح كنرش به هذا المنظف اللي كيكون فيه الخل والماء وشويه الصابون ديال القشوع او ديال الماعن. صافي كنخلطو في واحد رشاش صافي، وكنرش كيف ما كتلاحظوا معايا. كنخليه تقريبا واحد الدقيقه ولا 2 دقائق حتى كيتفاعل، وصافي كندوز كنمسح بسهوله. وكيف ما قلت لكم دائما انا كنفرش الخزانه باش كتسهل عليا دائما التنظيف ديالها، وكتبقى لي صراحه نقيه، ما كنجبرش شي صعوبه بزاف. ودائما كندوز عليها، ما كنخليش انا دائما الخزانات ديالي يتوسخوا لي بزاف بالغبار والاشياء، بزاف د الاشياء يعني اللي كتقدر توسخها لي. يعني دائما كنحافظ على التنظيف ديالها. كيف ما كتلاحظوا هنا استرجعت، يعني رجعت داك المنظم اللي كنظم به الخزانه كنفرشوا عليه. وصافي غادي نقوم باسترجاع هاد المنظمات الصراحه اللي كيخليو لي واحد المساحه كبيره بزاف في المطبخ ديالي، وكيسهلوا عليا كيفاش ننظم الاواني ديالي، وكيخلي لي كيف ما ذكرت مساحه كبيره بزاف بزاف. البنات يعني الثمن ديالهم رخيص وكيساعدونا بزاف في التنظيم. كيف ما كتشوفوا الصراحه كيساعدوني. انا دابا غادي نتم استرجاع الاواني كلها لبلاصتها، وكيف ما كتشوفوا انا كننظم في نفس الوقت. وهنايا كيف ما كتلاحظوا غادي نقوموا باسترجاع كاع يعني الطبيصلات اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا اي حاجه كنرجعها للبلاصه ديالها او للمكان ديالها. كنقوم باسترجاع اي حاجه عندي في نفس الوقت. يعني كيف ما ذكرت كنتخلص من اي حاجه يعني شي سيري تهرس لي ولا شي حاجه، كنقوم يعني باش حتى بغيت نشري شي حاجه عجبتني كنجبر فين نعملها، وكيكون عندي المساحه فارغه.
هنا كنقوم باسترجاع الكيسان او الكؤوس كيف ما كتلاحظوا معايا ديالي. صراحه هذه المنظمه بنات يعني تاكدوا مني انها اكيد رائعه، وكتخلي واحد المساحه اللي كبيره بزاف في المطبخ ديالك، حتى لو كنتي ما كتستهلكيش المساحه اولا ما كتستغليش المساحه ديالك في المطبخ. هذه المنظمه غادي تخليك تستغليها يعني بصراحه رائعه. كتنظم صراحه المطبخ كيف ما كتلاحظوا بسهوله، وحتى نتوما يعني كيجيكم التنظيم ديالها سهل وسريع، كيبان لكم اي حاجه فين تنزلوها في المكان ديالها بسرعه، ماشي بكركبه وكتبقى تفكروا هذه الحاجه فين نعملها ولا هذه الحاجه فين نعملها. يعني بسرعه كترجعوا اي حاجه للبلاصه ديالها او للمكان ديالها. ودائما نحاولوا اننا نحافظوا على ترتيب وتنظيم المطبخ باش كتكون عندنا واحد الطاقه اللي كتكون حيويه، ودائما كيكون عندنا واحد النشاط ملي كندخلوا المطبخ ديالنا، كيجينا واحد الطاقه اننا ايجابيه باش اننا نحضروا اي حاجه في المطبخ ديالنا ملي كنكونوا كنشوفوا المطبخ ديالنا منظم ومرتب. وكيف ما كتلاحظوا معايا اخواتي الغاليات، هذا هو التنظيم الاخير اللي نظمت به هذه الخزانه. هذه فقط خزانه مقسمه الى جوج ديال الاقسام، فقط شاركت معكم هذا الجزء. ان شاء الله غنشارك معكم بزاف ديال الاجزاء، بقاو معايا مازال الفيديو فيه التنظيم، وان شاء الله غنشارك معكم حتى الجزء الثاني في الفيديو الثاني ان شاء الله الا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات. كيف ما كتلاحظوا هذا هو التنظيم الخزانه ديالي، سهل الصراحه وسهل السير. وهذا الفيديو انا قمت بتقسيمه كيف ما قلت الى جوج ديال الاقسام. هذا الفيديو فقط تحفيزي باش نتشجعوا بعضياتنا على التنظيف وتنظيف المطبخ ديالنا باش ما يبقى لناش مكركب. وكيف ما كتلاحظوا هذه هي النتيجه، صراحه النتيجه كانت ايجابيه وفرحت بها بزاف، وكنتمنى اي اخت كتشوف هذا الفيديو انها تقوم يعني يكون هذا الفيديو تحفيزي ليها وتقوم بتنظيم الخزانه صراحه، حيتاش الخزانه هي كل شيء، الكوزينه هي كل شيء عندنا في المنزل ديالنا. الا كانت نظيفه كتعطينا واحد الطاقه ايجابيه وحيويه. الا ما كانت مكركبه، طبعا حنا ما نكروش انها كتكون بعض الاحيان مكركبه، انا بيدي يعني الصراحه هذه حقيقه، ولكن صراحه يعني دائما اي حاجه من بعد ما نستعملوها نغسلوها ونشفوها ونرجعوها للمكان ديالها باش هكذا نحافظوا على النظافه او الترتيب ديال المطبخ ديالنا، وهكا يبقى لنا دائما نظيف. وننصحكم انكم تشريو دائما هذا الغطاء اللي كنعملو انا في وسط الخزانه ديالي باش دائما كيخلي لي الخزانه نظيفه وما كنضربش فيها بزاف ديال التماره. وهكذا غندوزو ننظموا وننظفوا دابا الثلاجه. كيف ما كتلاحظوا الثلاجه غننظفها عادي بهاد المنظم اللي قلت لكم يعني ديال متعدد الاستعمالات ديال الخل والماء والصابون ديال الاواني. غادي نقوم تنظيفها جزء بجزء باش تجيني هكا سهله، حيت انا ديجا يلا هاد السيمانه باش نظفتها كلها. دابا غير ندوز عليها حيت جبت التقديه ديال الخضر. وانا دائما بالنسبه للثلاجه كنقوم بتفريغها كلها من الاحسن ننظفوها قبل من التسوق باش كتجينا سهله، واي حاجه كنحيدوها بسهوله. كيف ما كتشوفوا هنايا رشيت بداك المنظف اللي متعدد الاستعمال، كندوز عليهم بهذا المنديل اولا كنمر نشفهم بهذا المنديل، وكنشفهم من بعد من هذا المنديل كنشفهم بواحد المنديل اللي كيكون ناشف ولا بورق ديال الطهي، وصافي كنستمر بنفس الطريقه كننظفها. بالنسبه للفلفله يعني نظمتها انا هنايا عملتها، كنعمل دائما ورق ديال الطبخ دائما في لي زيطاجير من الداخل، عاد نعمل يعني الا كنوضع الخضر ديالي باش هكا كتحافظ لي دائما ما كتلوح ليش الخضره بسرعه. كيف ما كتلاحظوا هنا غادي نشوف التنظيم اولا كيفاش ننظم الثلاجه ديالي. يلا بقاو معايا. كيف ما كتشوفوا هنا عندي قريعات فيهم اللبن، العصائر، الخل، المورد. هنا كنكتب في هاد الوريقات اللي كنشريهم دائما، اما تجبروهم يا اما في ايكيا تقدروا تجبروهم، واما في لي سيت ديال الشينوا كنشريهم بهذا الشكل. كيف ما كتشوفوا فيهم اشكال متعدده ومختلفه، وكيجي هاد الفتخ ديالهم اولا ديال الطباشير الصراحه انا ما عجبنيش.
ما كيكتب لي شي مزيان، يعني من احسن كنفضل الطباشير، وكنكتب الاسماء ديالهم، اي حاجه الخل ما ورد اي حاجه كنكتب الاسماء ديالها، وكنشف بعد ما غسلت داك القريعات جيدا وصافي كنشفهم بواحد المنديل اللي كيكون ناشف، وصافي كنبقى نلصق عليهم كل وحده كنلصق عليها الاسم ديالها، باش هكا كيكون عندي التنظيم ديال الثلاجه سهل، واي حاجه بغيتها كنجبدها بسرعه. كيف ما كتلاحظوا كيجيو على هذا الشكل. هما صراحه ماشي شي حاجه، تقدروا تشريو غير سكوتش هذاك ديال الضو اللي كيكون اسود وتقطعوا الشكل اللي بغيتو وتقدروا تنظموا به، يعني هذه فكره، يعني ماشي من الضروري يكون هذا الشكل بالضبط. وحتى الثمن ديالهم كيكون ثمن مناسب. وهكذا غادي نستمر كيف ما كتشوفوا، غادي نلصق هاد اللصاقات صراحه اللي كيعطيو واحد المنظر راقي ورائع. وهكذا كنستمر بتلصيق اللصاقات باش كننظم بهم صراحه. هاد اللصاقات رائعين، كيجي حتى المنظر ديالهم رائع. كنكتب غير بالطباشير يعني كيف ما سبق وذكرت لكم، صراحه غزالين يعني حتى الشكل ديالهم بلا ما كنبقاو نفتشوا على الحاجه. بالنسبه انا يعني منظمه بهم المطبخ ديالي، ولا بغيتوا ان شاء الله نشارك معكم بزاف د الاشياء بالنسبه للمطبخ ان شاء الله ما عليكم تخليوها لي غير في التعاليق، وان شاء الله ما عليا غير نخليها لكم ونفيدكم بها ونستافد منكم طبعا. وبالنسبه لهاد المنظمات البنات رائعين، كنت شريتهم وشاركتهم معكم في مشترياتي اللي كنت شاركت معكم واحد الفيديو مشترياتي من ايكيا. صراحه هاد المنظمات رائعين البنات، يعني اي ضروري اي امراه في المنزل ديالها يكونوا عندها. الثمن ديالهم رخيص بزاف، ماشي الثمن يعني مناسب للكل. بلاستيك كيكون في ايكيا وكينظم لنا كيف ما كتشوفوا، يعني التنظيم ديالو رائع. انا كيف ما كتلاحظوا كننظم فيهم يعني الدانون، اليوغورت، يعني داكشي، يعني الفرomاج، الزبده، اي حاجات الحلويات كننظم بها، وكيبقى لي التنظيم ديالها صراحه كيبقاو منظمين. اي حاجه كنبغيها كنجبدها بسهوله، ما كنبقاش نفتش مثلا فين هي الزبده فين هي الفرomاج، اي حاجه كنعملها بوحديتها. كيف ما كتلاحظوا هنايا عملت هاد المنظمه، عملت فيها الزبده، كل حاجه كتعلق بالزبده عملتها بوحديتها. كيف ما كتلاحظوا السمن، الزبده، شي حاجه كتعلق بالزبده. بالنسبه لها المنظمه عملت فيها كل حاجه كتعلق بدانون او يوغورت مسوس عادي، يعني اي حاجه كتعلق بيوغورت شريتها. هذه بنات شريتهم واحد المحل، هاد المنظمات كيجيو على هذا الشكل. واخرين يعني كيف ما كتلاحظوا هادو الغارقين من ايكيا. وهذه عملت فيها اي حاجه كتعلق بالفرomاج، جبن، فرomاج، موتزاريلا، ماسكاربوني، يعني اي حاجه كتعلق بشي حاجه الفرomاج عملتهم فيها باش كتجيني سهوله انني نفتش على شي حاجه الفرomاج كنجبدها بواحد السهوله بلا ما كنبقى نقوم بوضع كاع الفرomاج في هاد المنظمه، باش كيسهل عليا الامر واي حاجه كنجبرها مني كنبغيها. كيف ما كتلاحظوا هنا كتبت اي حاجه بلاصه، فلافل، خضار، فواكه، يوغورت، زبده، جبن، يعني اي حاجه نزلتها في البلاصه ديالها وكتبت عليها باش كيجي التنظيم ديالها رائع، واي حاجه كنجبدوها بسهوله. حاجه الحلويات بوحديتها كيف ما كتلاحظوا، الجبن، الخبز كنعملو حتى هو بوحديتو، باش واحد الجهه الخبز كنعمل فيها المسملات، الرغايف، يعني حريشه مثلا، شي حاجه هكا قريشلات او لا قرص، يعني اي حاجه كنجبرها في البلاصه ديالها بتنظيم رائع وسهل، اي مرأة تقدر تعملو في المنزل ديالها كيف ما كتلاحظوا. وبالنسبه للجهه السفلى كنعمل فيها كيف ما كتشوفوا خضر، فواكه، كلشي اللي كيتعلق بالخضر والفواكه كنخليه في الجهه السفلى ديال الثلاجه ديالي كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للجوانب اللي كتكون على الثلاجه، يعني الجنيب الباب ديال الثلاجه كيف ما كتلاحظوا عملت فيها هاد المنظمات اللي عملت قبيله قريعات، عملتهم بالبرتقال واللبن والعصير كيف ما كتلاحظوا.
وكنتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم. كانت هذه اخر اشياء اللي قمت بها في المطبخ، مازال نقترح عليكم بزاف الاشياء. ما تنسونيش بدعمكم وتعليق ديالكم وتشجيعات ديالكم الغزالات باش ان شاء الله تستمر القناه ونعطيكم كل ما عندي. احبكم في الله جميعا. الله يخليكم عليا، وما تنسونيش بلي لايك ديالكم والتعليق ديالكم باش ان شاء الله نعطيكم كل ما هو جديد.